بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم مطبخ منى النوار. ان شاء الله النهارده هنقدم اللانشون الفراخ بالطريقه السوريه. يعني مع بعض التعديلات يعني المصريه، مع احترامنا لاخواتنا السوريين، طبعا هم اساتذه، هم بيسموها المرتديلا عندهم. فانا هعمله يعني ميكس كده بين سوري ومصري. بس طلع بطريقه حلوه وسهل جدا، طعمه حلو، مغذي، كله خضروات وكله حاجه مكوناته مفيده، وان شاء الله موجوده في البيت، مش مكلف يعني، ان شاء الله كل حاجه موجوده عندنا. فهنعمله بطريقة كويسة جدا، نتيجته مضمونة جدا 100%، ان شاء الله تكون سهلة وبسيطة. رغم ان في مكون من ضمن مكوناته غريب علينا شوية، بس جربته، بعمله بقالي فترة، تحفة تحفة وجميل، وبيدي كمية كويسة جدا. ان شاء الله تكون طريقة سهلة وبسيطة. معانا المكونات: معايا صدر فرخة، معلقة كبيرة بهارات فراخ، فلفل، ملح، بابريكا، 7 بهارات، معلقة صغيرة، معايا فلفل ألوان، معايا بيضتين، نص كوباية دقيق سيمولينا بتاع البسبوسة اللي هو السادة يا جماعة، دقيق السميد، ما تستغربوهوش، وانا اول مره جربته فيها كنت مستغربه، بس بقيت اعمله كده على طول. ربع كوبايه زيت، معلقه نشا واحده، 3 جبنه مثلثات، 3 قطع، ممكن 2 قطع من المربع، او ممكن 3 4 زي ما تحبوا القطع. انا هنا نقطع قطع الفراخ. اللي اول مره يسمعني يشرفني باشتراك والضغط على الجرس، اكون شاكره ليه عشان يوصله كل جديد، وكومنت ولايك اكون شاكره اللي متابعيني. ان شاء الله تكون اوصل الطريقه بطريقه سهله وبسيطه. انا قطعت صدور الفراخ، هما صدرين 2، قطعتهم مكعبات، افرمهم، اخدهم كده فرمه في الكبه. انا هنا بفرمهم يعني نص فرم، وبعدين اكمل بقيه الفرم بتاعهم مع بقيه المكونات. ليه؟ انا عايزه كله يمتزج في بعضه، عشان لما نيجي نقطعه يكون بالشكل اللي حضرتكم شفتوه ده. انا معايا هنا بيضتين، انزل ببيضه بيضه، لايك وكومنت ان شاء الله. يعني لو حد من اخواتنا السوريين بيسمعني يقول لي ايه الاختلاف اللي انا عملته عن الطريقه الاصليه. هو هناك بيسموها المرتديلا، احنا هنا عندنا اللانشون الفراخ. فكمان اخواتنا السوريين والشام عامه بيحطوا مكسرات كمان جواه. هنا ال3 قطع جبنه المثلثات، انزل بواحده واحده والكبه شغاله. هو يفضل في الكبه مش المفرمه. هنا معلقه النشا، كل ده كله شغال. في هنا ملحوظ: دقيق السيمولينا ده دقيق السميد اللي بنعمل منه البسبوسه الساده اللي معلهوش اي اضافات، مش الكيس اللي بيجي سايب ده. معايا نص كوبايه، عايزه تزودي معاكي لحد كوبايه الا ربع مفيش مشكله، مش هتدي فرق، هتدينا كميه اكتر. بس انا حاولت يكون مغذي، يعني ممكن يبقى زي طرنشات اللحمه البارده كده، هتبقى زي فراخ بارده بالخضروات. هنا معايا نص كوبايه زيت، من ربع كوبايه لنص كوبايه. ايه اللي هيفرق بين عندي وعندك؟ ممكن صدر الفراخ عندك يكون اكبر من قطعتين الصدر اللي عندي، يبقى معانا ممكن لو لقينا العجينة تقيلة بعد ما نخلطها نزود ايه؟ نزود زيت. نوع الزيت اللي تفضلي. انا معايا هنا معلقة بهارات فراخ كبيرة، اللي عايز يزود التست الطعم ممكن مكعب مرق، يعني تحطوا مكعب مرق. معايا معلقة صغيرة بابريكا، معايا معلقة صغيرة فلفل أسمر وملح، ومعلقة صغيرة 7 بهارات. معايا هنا الفلفل الألوان دي نص فلفلاية حمراء ونص فلفلاية صفراء. هنا بقى الكمية: هنا شوية زيتون حوالي معلقتين. هنا بقى الكميات دي ما نكترش قوي عشان ما نبالغش يعني المقدار اللي انا حطيته ده طالع واضح جدا، وباين ان الخضار واضح فيه، بس عشان الولاد اللي بغلبونا بياكلوش خضروات، فبحاول اخده فرمه كده ناعم يدخل جوه الخليط، فحاول ما يبانش قوي، لكن الطعم عطيله طعم تحفه تحفه تحفه. ان شاء الله مش هتبطلوا تعملوه. انا هنا جهزت خلاص، جهزت الخليط. معايا هنا ورقه ستريتش وورقه ألمونيا. طب اللي ما عندهوش ورق استرتش بلاستيك، الاسترتش ده، ورق الزبدة العادي عادي، انا كنت بعمل بورق الزبدة لو موجود، بعمل بورق الاسترتش لو موجود، فالاتنين مفيش فرق بينهم، ان احنا هنلفهم طبقتين. انزل بكل الخليط في ورق الاسترتش. هنا في خيارين للسوا: عادي ان اسويه على البوتاجاز في حله في الميه نفس الطريقه، هي في صينيه في ميه في الفرن، بس انا كده كده كنت مولعه الفرن بعمل الغدا بتاعنا فبحطه في الفرن. وانا بفضل نكهه الفرن في الاكل، يعني غالبا الفرن كده بيدي الحاجه طعم مختلف غير السلق. فانا رايي الشخصي بفضل ان احط الصينيه جوه الفرن. انتي عايزه تعمليها على البوتاجاز في الحله مفيش مشكله خالص، الاتنين النتيجه واحده ومضمونه باذن الله 100%. انا هنا نزلت كل الكميه ما شاء الله، هيديني رول كبير. لان صدرين، مع ان صدرين الفراخ عندي مش كبار،
يعني حجمهم مش كبير قوي على فكرة، عشان كده الكميات مناسبة. بص الخليط سمكه ايه، ولا هو طري قوي ولا هو تقيل قوي. طب انت لقيتي السمك تقيل معاكي، نزلي بزيت، خفيه بزيت. عايزه تزودي الفلفل الالوان، تخلي فلفلايه صفراء وفلفلايه حمراء، مفيش مشكله، بس هتحسي بطعمه اكتر. فانا حسيت ان على صدرين الفراخ نص فلفلايه حمراء ونص صفراء مناسبه، مع معلقتين زيتون. عايزه تخلي الزيتون تقلبيه في الاخر يبقى شرايح سليمه كده جواه، زي اللانشون المشتريه من بره، خلاص دي حريه شخصيه. بس الفكره يا رب تكون الطريقه وصلت والفكره وصلت. انا هنا هنزل الاول بالبلاستيك فيلم اللي هو الاسترتش، احاول الم العجينه واعملها لور والفها، وبعد كده اقفلها بالفويل، واقفلها كمان مره نتاكد عشان مفيش اي سوائل تخش للعجينه الفراخ بعد ما عملناها. انا كده نزلت كل الكميه اللي في الكبه. بصوا هنا كل الخضار باين منه حتت صغيره، والزيتون وكله ناعمه جدا. يعني بصوا انا بس عايزه اقربها كمان من الكاميرا، الخليط ناعم قوي العجينه، ولا هي طريه جدا، يعني متماسكه وفي نفس الوقت طريه. اقفل عليه كويس. اللي عنده كمان الكيس الحراري اللي بنعمل فيه الفراخ المشويه، ممكن حطيها جواه، جميل جدا. هتلفيه عليه، تخرميه فتحه صغيره بالسكينه، هيبقى كمان نتيجه مضمونه. السوا هياخد نص الوقت، يعني ده خد معايا ساعه في الفرن، لو حطيتي في الكيس الحراري هياخد منك نص ساعه بس. انا هنا بحاول اسويها، واحاول اي فراغات هواء تطلع منها اقفله من الجنبين، وبسكينة هدغز يعني ايه خرمين كده، عشان ما ينفع يعني الكيس ما ينفجرش مننا. انا حاولت اتأكدت ان هو قفلته كويس، عملته على شكل اسطواني، وبعد كده هقفل اهو. تبصوا ناعم، هو برضو في فراغات هوا مني، بحاول ان كل شوية اخبطها اطلع منها الهوا، وكل ما نقفلها نسويها على هيئة اسطوانة، يعني عشان يطلع بالظبط الشكل اللي احنا بنشتريه من بره. بعد كده اهو خرمت يعني خرومي بس دغزتين 3 كده صغيرين، بحيث يبقى فيه ما يفرقعش جوه. نقفل بقى بورقة الفويل كويس، وبعد كده هنعملها كمان مرة عشان اتأكد لما احطه جوه المية في الصينية او في الحلة ما توصلش ليه من جوه، فالفراخ تطيب معانا، اللانشون يطيب معانا بطريقة سهلة وبسيطة، ويطلع مضمون وعلى ضمانتي ان شاء الله، مضمون 100%. ما شاء الله صدرين الفراخ ادونا اكتر من كيلو لانشون، فما شاء الله سندوتشات للمدرسة للعشاء. يعني والله لو دقتوا طعم هتحس انه زي يعني اللحمه البارده اللي بتبقى طرنشات بارده ده، بس بطعم الفراخ. ممكن يتقدم في وجبه للغدا يعني. بس هو عامه احنا بنعمله عشان المدرسه، بعمله للولاد بياخدوهم سندوتشات المدرسه الصبح في علبه. تقطعيه او تسيبي تقطعي الجزء اللي انت عايزاه، والباقي يتشال في العلبه بكليبس، يعني حاجه تكون مقفوله مغلقه في التلاجة، يقعد معاكي ما شاء الله الاسبوع 10 ايام، ما تخافيش خالص، مضمون 100% ان شاء الله. انا هنا باكد تاني مره قفلت اهوت، هقفله جامد، يبقى كده اتاكدت ان استحاله هيخش له اي ميه من اللي هحطها في الصينيه. اقفل كويس واخلي واضغط كده الشكل، اتاكدنا انه بصوا ما شاء الله بقى شبه اسطواني خالص اهوت. خدوا بالكم في طرق كتير لللانشون، انا حاولت ابتدي بالطريقه دي لان انا بعملها عندي في بيتي. في اللانشون زي اللي بنجيبه من بره مش بيبقى بالطريقه دي خالص. في كذا طريقه ان شاء الله مع مرور الوقت هنجربهم، في 3 طرق هجربهم مع بعض. انا هنا بصي لحته الورقه المفتوحه خليتها لفوق، جبت الصينيه هنزل بميه، ميه ساقعه ميه دافيه مفيش مشكله، كده كده هنحطها في الفرن سخن. هنزل بالميه توصل لنص الاسطوانه، نص الرول الفراخ، الميه توصل لنص، وهنحطها في الفرن على الرف اللي تحت على الرف اللي في النص، مفيش مشكله، نار عاليه. هو اخد معايا ساعه. بعد ساعة انا بصوا هنا خلاص المية صفيت هطلعه. تعرفي ازاي ان هو استوى؟ تتك تضغطي عليها تلاقيها جمدت. انا طلعته وسبته شوية يهدى لانه بيبقى سخن جدا، حتى بعد 10 دقايق ولسه سخن. اطلعه كل ما تضغطي تلاقي الاسطوانه جمدت معاك، هتتاكدي ان هو كده استوى خلاص. اطلعه نعمل ايه بقى؟ نسيبه خالص تماما ساعتين 3 على الاقل، اسيبه ساعه وادخله التلاجة ساعتين 3. كل ما تسيبيه، لو عملتيه وسبتيه من بالليل للصبح قطعتيه الصبح، كل ما تسيبيه هيبقى افضل في التقطيع ما شاء الله. انا سبته حوالي 3 ساعات في التلاجة، وبعد كده عشان احاول اصور واقدمه قطعته، كل اللي قطعته دول حطيته في علبه بكليبس، والجزء السليم خليته لما عاوز اقطع منه كاننا بنشتري بالظبط. بصوا ما شاء الله فلفل الالوان باين منه اجزاء، اللي عايز يحط فلفل اسمر حب. بصوا يعني بتاكلوا الولاد الفراخ موجوده فيه دقيق السميد على فكره مفيد، مش نشويات زي الدقيق الابيض.
الفلفل الالوان، الزيتون، البيض، الجبنه، كلها يعني ما شاء الله يبقى سندوتش كامل متكامل، كل العناصر الغذائيه فيه. بصوا مستوي ازاي. سمك بقى الترنشات دي على حسب انت تحبي تقطعيه سميك رفيع، على حسب ما تحبي. ما شاء الله هو ادانا اكتر على فكره، ما شاء الله الصدرين دول مش كبار، يعني حوالي 300 جرام او 350 جرام، مش كبار، مش نص كيلو كمان. فما تحط في السندوتش حاجه جميله، ريحته تحفه، ريحته حلوه جدا جدا. ان شاء الله تكون طريقه سهله وبسيطه. يا ريت تسيبوا لي لايك وكومنت، اكون شاكره ليكم. ان شاء الله الوصفه تعجبكم. شير للفيديو، اكون شاكره، والسلام عليكم.